السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مربى البلح الاحمر والاصفر باسهل طريقه. مربى البلح دي مربى لذيذه ومفيده ومغذيه ومش مكلفه خالص. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. عشان تجيب البلح يا حبيبتي لازم تجيب البلحة السليمة تكونش مستوية. هنا بقى معانا ايه؟ معانا كيلو من البلح الاحمر، كيلو من البلح الاصفر او السمان. على كل كيلو هتحطي كوبايتين من السكر، ويا ريت تبيتيهم ليلة كاملة في التلاجة. ده هيفرق برضك في التسوية، هيسرع لك عملية التسوية وهيفرق كتير قوي في الطعم. عشان تجيبي البلحة لازم برضك تكون البلحة حلوة سليمة، تكون كده البلحة مليانة. عايزة بقى تسلقيها وتشيلي النوى منها، عايزة تقطعيه نصين كده، انت براحتك. حل على النار، هنزل بالبلح الأحمر، هنزل بقية السكر كده. حلة تانية هحط بقى ايه؟ البلح الأصفر أو السمان. هنعمله بأسهل طريقة ممكنة. هنحط لكل كيلو كوبايتين من المية. هنا بدأت المية تغلي معانا وخلاص قرب هنا يخش في السوا. عندي عودين قرنفل، عندي شوية جوز الهند، اللي انت عايزة تحطيه حطيه براحتك. مادة الحفظ معايا هتكون ملح الليمون على طرف المعلقة. هحط الكيلو البلح ده وكيلو البلح ده على طرف المعلقة. وخلاص استوت معانا اهي. شفتوا بقى سهلة وبسيطة، ما خدتش معانا وقت. تبرد واحطها في البرطمان. شايفين شكلها؟ ايه رأيكم بقى؟ دي المربى دي لما هتبرد هيبقى شكلها بالشكل ده. وده انا كنت عاملاها وحشياها بالفول السوداني. اللي يعجبك اعملي. ايه رأيك بقى؟ تنسينيش في اللايك، والسلام عليكم.